جانا توجيه من حافظ الأسد. متى؟ أنا كنت رئيس فرع عمل سياسي باللاذقية 94 بال 93 اجى توجيه بكثرة ظاهرة التشبيح والتهريب، فصارت فوضى يعني ما عاد تنحمل. فاجى توجيه منه لرؤساء الأجهزة، والتوجيه اجى للأمن السياسي والأمن الجوي. أنا كنت أحد المنفذين فيه لقمع ظاهرة التهريب ومداهمة القرداحة ومصادرة المهربات من أولاد الأسد. كده مباشر تماما من حافظ الأسد. اجى التوجيه لعدنان بدر الحسن رئيس شعبة الأمن السياسي، اللواء عدنان بدر الحسن، والإبراهيم محويجة، إذا يسمعوني ما فيهم ينكروا هذا الحكي، اللواء إبراهيم محويجة ومدير إدارة الأمن الجوي. رحنا على القرداحة بحملة قوة ضاربة، وجبنا 10 سيارة شحن مهربات. مليتوها مهربات؟ كانت عبارة عن ايه؟ 10 أكثر دخان. أكثر دخان. طب كانوا بيهربوه منين؟ من المينا صحيح؟ من لبنان ومن البحر ومن كل مكان. لأن أنا أكثر شيء من لبنان كان يجي ومن البحر. من البحر، من المينا ومن ما قبضتوش على حد طبعا. لكن هم حاولوا يقبضوا علينا يعني. هم اعترضوا دوريات الأمن بالسلاح. شاب اسمه ماهر ديب بالسلاح، وقتلوا 5 عناصر من دورياتنا. ياه. نعم يا سيدي. وانتم ما تقدروش تطلقوا طلق؟ بلى، اطلق عليه النار وجرح هذا الزعيم المجموعة اللي داهمت الأجهزة، اللي اعترضت طريق الأجهزة الأمنية. بعد أسبوع تعاد البضاعة له، 10 سيارات شحن بمطار حميميم في اللاذقية، استلمها ماهر ديب بمطار حميميم بأمر من حافظ الأسد. هاي كل أهل اللاذقية بيعرفوها، كلهم بلا استثناء. انت بتقول ايه حضرتك؟ انا اقول الحقائق، انا شاهد عيان. وانت عندك برنامج شاهد عيان، انا شاهد عيان، انا منفذ بهاي القضيه. انا عندي شاهد على العصر. شاهد على العصر ولا شاهد عيان ما اعرف. انا منفذ، انا منفذ هذا الامر يعني. شايف؟ قتل 5 من عناصر الامن، وبعد 5 ايام لن يكتمل الاسبوع خرج ماهر ديب من السجن بأمر حافظ الأسد، وأعيدت البضاعة بمطار حميميم. طب قول لي بقى السر ايه هنا؟ السر الكبير هو رئيس العصابة يعني. ايه لك. طب هنا كيف ليش سوريا وصلت لهذه المرحلة؟ طب انت 10 سنين في اللاذقية، وعايز اسألك سؤال انا جبت عنه معلومات بس عايز اوثقها منك. يلا. هل صحيح ان رفعت الأسد كان له ميناء خاص في اللاذقية؟ كان كل انواع المهربات في العالم، كان مخدرات، رقيق، كل شيء كان يستخدم من هذا الميناء؟ صحيح. أنا معلومة دقيقة. أنا فتت عليه. طب احكي لي دي معلش، خلي المشاهدين يسمعوا. معلش. أنا إجا أمر، تعرف رفعت الأسد. رفعت الأسد عنده مليارات المليارات الآن. اختلف مع النظام، مع أخوه طبعا، يعني صراع كتائب معروف، عمل سرايا الدفاع نعم سيدي. فعنده بناء أفاميا، اسم المنطقة باللاذقية اسمها أفاميا. البناء ضخم كثير، وفي ميناء، وفي كل شيء، في كل شيء تبعه، كل شيء. ما حدش فيكم يقدر يدخل؟ في أكثر من 300 عسكري كان ما يقدروا، بس تبعه هو. اجى الأمر من بشار الأسد. أنا كنت محافظ اللاذقية، واجى الأمر إلي أنا توجيه أجهزة الأمن بمداهمة هذا المكان والسيطرة عليه، رغم ان رفعت عايش بره من زمان وحول كل المليارات بره وعمل يشتري فنادق وكل حاجة. فسوينا اجتماع لجنة أمنية في محافظة اللاذقية. سنة كام افتكر دي يا سعادة السفير؟ هذا بال 2000 لا بال 99. 99 نعم. 99 تماما. ماشي. سوينا اجتماع اللجنة الأمنية الفرعية في محافظة اللاذقية، وصار التوجيه للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية مداهمة هذا المكان بناء على توجيه وأمر الرئيس. دوهم المكان، ظل المكان يقاوم أجهزة الأمن من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. يا سلام. وعجزت أجهزة الأمن من الدخول إلى هذا المقر كمان، لحتى استدعينا الجيش وقصف بالدبابات لحتى تم السيطرة عليه. لقيتوا في ايه جوه؟ في
جنسيات مختلفة، فيلبين ما أعرف مين، يعني صنايعية وشغيلة بيقولوا كل مهربين وعسكر العالم وكل مافيات العالم كانت تستخدم هذا الميناء. ميناء في يعني هنا في زعيم عصابة عنده ميناء في دولة بتحميه. بالضبط. مش موجود في العالم الكلام ده ولا كولومبيا حتى. هاي حقيقة أنا شفت وهيك صار. أول مظاهرة أستاذ أحمد ظهرت وخرجت في حمص بساحة الساعة، مكان اسمه ساحة الساعة، كان فيها خليط من الطوائف السورية، وكان في نسبة من العلويين، نسبة كبيرة فيها، ومسيحيين وإسماعيليين. حمص فيها مزيج من مزيج. نعم. النظام استشعر الخطر في هذا المظهر، فمن تلك اللحظة بدأ بالتخطيط لضرب لإحياء الفتنة الطائفية أو إشعالها بسوريا، والتذكير فيها والتخويف فيها وتخويف الطائفة العلوية بشكل خاص. فشكل بقيادة العميد بسام حسن، هذا ضابط بالحرس الجمهوري. نعم. هذا تعرضت لي في أكثر من حالة. رئيس الفرع الخاص بالحرس الجمهوري. هذا استلم مهمة محمد سليمان، العميد محمد سليمان الذي اغتيل في سنوات سابقة. محمد سليمان صحيح اللي قتله بشار؟ ما عندي معلومات بهذا الاتجاه. نعم. طيب. أما ظروف قتله غامضة يعني زي أفلام المافيا سيدي. نعم. فالعميد بسام حسن واللواء علي يونس تكلفوا بهذه المهمة، مهمة إحياء جهاز الشبيح، مهمة زرع الفتنة بين الطائفة العلوية والطائفة السنية. الاثنين دول سنة ولا علوية؟ هذول علوية. وتحويل الصراع في حمص بدل ما يكون صراع ضد حكم وضد حاكم دكتاتور إلى صراع طائفي. شكلوا لجان شعبية. يعني شكلوا مجاميع طائفية باسم لجان شعبية من الطائفة العلوية، وبدأوا يزجوهم على الأحياء السنية في حمص. تعرف حضرتك حمص؟ أنا عارف حمص ورحتها وشايف العلوية على تمام. على الأطراف ده. فبدأوا يزجوا بالشباب العلوي بهذا الاتجاه. يقتلوا من السنة ردة الفعل، تعرف بيرجعوا أيضا عندهم شباب اللي يقتل ابنه يعني ففعل قديم من أيام 82 فعل وردة فعل استطاع أن يحرك هذا النفس في حمص. طبعا تبنى العملية بالأخير رامي مخلوف. بدأ يجند من الشباب الطائفة اللي ما عنده عمل، اللي قليل وعي، اللي قليل ثقافة، اللي ما عنده قيم. طبعا مو هاي مواصفاتهم هم كطائفة. طائفة فيها كوادر محترمة جدا، وفيها كوادر وطنية وشريفة ومثقفة ما تقبل بهذا الأمر، ولكن في كل مجتمع فيه وكل شريحة فيها. طبعا كل شريحة، حتى عندنا بالسنة في كل مكان في ناس سيئة. فاستثمروا من قبل رامي وبدأ يعطيهم رواتب. الراتب 35,000 ليرة سوري لكل شبيح، قريب من $1000 يعني أقل بشوي. 35,000 بسوريا. العملة انهارت، لكن يعني نحكي على الماضي $700. يعني كان راتب محافظ يعني هذا من سنتين قبل الثورة، يعني 35,000 غير رشاوى المحافظ. مو كلهم يرتشوا عشان انت كنت محافظ. ماشي. لا انا بحكي حقائق، مو كلهم يرتشون. لا يعني انا عندي حكاوى عن رشاوى المحافظين في سوريا. يعني يا سيدي في رشاوي بسوريا وفي فساد للنخاع يعني، ولكن بالتأكيد في استثناء. نعم. فبدأ يعطيهم رواتب ويسوي لهم دورات سريعة عسكرية ويزجهم هنا تحول الشبيحة من عصابات تعمل لحسابها الشخصي إلى عصابات تعمل لحساب النظام ويعمل ويقتل الناس ويشارك في عملية قمع الثورة. تمام الحكي. هنا قصة الشبيحة. هاي الشبيحة، هاي بدايتها والآن انتهت إلى هذه المرحلة. عندي 4 أجهزة غير الشبيحة الآن حتى يفهم الناس كيف قصة الشبيحة بدأت، وكيف الآن لما يقال شبيحة يعني إيه شبيحة. نعم. جهاز أمن الدولة، بلاش أمن الدولة، أنا عندي أكبر حاجة الآن لأن الوقت مش هيسعفني الكل، مخابرات القوات الجوية. أما جيت أقرأ في قصة مخابرات القوات الجوية لقيت إنها جهاز أسسه حافظ الأسد من أجل القوات الجوية بصفته كان قائد قوات جوية، ومن أجل حماية طائرة الرئيس وتحركات الرئيس وغيرها. كيف تحول هذا الجهاز من جهاز عسكري أمني يحفظ الطيران إلى جهاز الآن يقتل ويعذب ويستدعي الناس